مساء الخير على حضراتكم أيها السادات والسادة، أهلا بكم عندما نتواجد معكم في تمام 5، ودايما لما بنقول لحضراتكم ان احنا عندنا ابرز الاخبار الخفيفه والطريفه والظريفه لدينا، ومن ابرز الاخبار المتواجده لدينا ان احنا بنتكلم على جلسه مجلس النواب المنعقده حاليا، اللي بتقر ان الموافقه المجلس التشريعي على التعديل الوزاري، وده يعني بأكد على ان احنا يعني احترام الدستور والقانون والمجالس النيابيه. والنهارده صبيحه هذا اليوم كان هناك لقاء جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيد رئيس مجلس الوزراء، وتم استعراض مرحله التعديل الوزاري المزمع ان شاء الله للساده الوزراء، وحتى كمان ايضا حركه المحافظين، وده هيكون القسم ان شاء الله صباح الغد امام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا سادة الساده، يعني لما بنقول ان هناك العديد من التكهنات، مين هيتشال مين هيتحط مين هيروح مين هيجي، وده شويه نواب وكلام من هذا القبيل، لكن يبقى دوما رؤيه القياده السياسيه على احترام يعني الكفاءات الموجوده في مصر، وسواء يعني تم تعديل او تغيير العديد من الوزراء، فالاجمل هنا ان احنا بنتكلم على ان تغيير سنه الحياه، وان الكرسي دوما كرسي بيقول عليه كرسي دوار، يعني ده يتشال وده يتحط، لكن الاجمل ان يكون هناك دعم للوطنيه والانتماء والولاء لهذا الوطن. يا سادة والساده، النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من اخبارنا بعد او قبل يعني لقاء السيد رئيس مجلس الوزراء، كان السيد الرئيس بيشاهد احدث الطائرات المنضمه لمصر للطيران، وبنقول لحضراتكم ان الاي 350 واحده من الطيارات اللي كانت متواجده، واللي السيد الرئيس شافها النهارده في مطار القاهره بعد عودته من الامارات. عايزين نقول لحضراتكم كمان ان احنا فيما يخص رفح، فتم عبور 20 من الاشقاء الحالات المرضيه من يعني رفح ودخولهم الى الاراضي المصريه، واحنا بنتكلم على من غزه الى رفح، وده كانوا بصحبه 20 من اقربائهم. عايزين نقول لحضراتكم كان شركه ريلمي استغلت قرار الخاص بالتليفونات ورفعت اسعار التليفونات 10%. عايزين نقول لحضراتكم ايضا ان هناك 7 شهداء. الشهداء دول ابناء نجم قريه نجم سعيد مركز دشنا بقنا، ودول كان حادث في سير في مرسى مطروح بعد سنين من الغربه، وده يعني قضوا نحبهم وعليهم رحمه الله. كمان بنقول ان احنا عندنا في مصر من 2022 حتى اليوم اكثر من 20,000 سياره كهربائيه، لكن هناك محدوديه فيما يخص محطات الشحن، وده يعد من التحديات الكبرى للسيارات الكهربائيه. يا سادة والسادة، مصر بتستهدف استثمار 26.5 مليار جنيه خلال 2026 ده في مشروعات نقل الكهرباء، وكمان مصر بتدين بأشد العبارات يعني قرارات إسرائيل بنقل صلاحيات بلدة الخليل والحرم الإبراهيمي للسلطات الإسرائيلية. وكمان يعني بنقول انه من اخبارنا المصريه ان مصر بتؤكد على المضي قدما فيما يخص نشر السلام او قوات نشر السلام في الصومال، ورسميا تم استبعاد السيد عبد السند اليمامه من رئاسه الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد ده في مجلس الشيوخ، وتم اختيار رسميا السيد طارق عبد العزيز بدلا منه. كمان عندنا السجن 4 سنوات لوالد المتهم بقتل وتقطيع جثة زميله في الإسماعيلية عشان تستر على الجريمة، والحكم ب15 سنة مشدد بالسجن على موظفين في جمارك الإسكندرية عشان كانوا بيسهلوا تصدير الرمال البيضاء. الرمال البيضاء تعد من الثروات اللي موجوده في مصر، واحنا كنا بنصدر مثلا بالطن، والطن بكام دولار فكه كده، لكن تم فقدت الحكومه الى اهميه هذه الرمال اللي بتستخدم في المايكرو شيبس والشرايح واشياء من هذا القبيل، وبناء عليه تم عمل ايه بقى؟ تم يعني ايه الحرفيه من غربله هذه الرمال ونقاوه السيليكون والمواد اللي موجوده فيها، وتستخدم في الشرائح الالكترونيه، وبتصدر بقى بدل ما كنا بنصدر بالكيلو ببضعه دولارات، احنا بنصدر بالطن ببضعه دولارات، دلوقتي بنصدر بالكيلو بمئات او ربما الاف الدولارات. يا سادة والساده، يعني العديد من الاخبار العالميه من هذه الاخبار ان الكتيبه الغنيه ضمن اليونيفيل بتقدم خدمات طبيه في جنوب لبنان. وكمان عندنا السيد رئيس الوزراء اللبناني بيقول اختطاف اسرائيلي المواطن العطوي من منزله بيعد اعتداء فاضح على سياده لبنان. والاعلام الاسرائيلي بيقول ان كاتس وسموتريتش اتخذ قرارات حاسمه لتعميق ضم الضفه الاراضي في الضفه الغربيه. كمان عايزين نقول لحضراتكم ان الجيش الاسرائيلي
للاسف الشديد بيصرح بيقول قتلنا 4 مسلحين خرجوا من نفق ده شرق رفح. والصحة العالمية بتطالب المجتمع الدولي بالعمل على إعادة بناء النظام الصحي ده في السودان. ومتحدث منسقية النازحين اللاجئين في دارفور بيتكلم بيقول إن بعض المخيمات لم يصل إليها المساعدات منذ 7 شهور ده في دارفور. كمان عندنا من امريكا بتوافق على صفقه بقيمه 3.8 مليار دولار ده لتزويد اسرائيل ب 30 مروحيه اباتشي. وكمان وزاره العدل الامريكيه يا سيدات والساده بتفتح ملفات جيفري إبستين كامله بس شريطه ان هي تكون على عندهم في امام الكونجرس. وكمان عندنا وزاره الاعلام الاريتريه بتتكلم على المداولات بين اريتريا واثيوبيا. وهنا وزاره الاعلام الاريتريه بتقول ان اتهامات اثيوبيا لنا ملفقه وكاذبه. يتبقى عندنا اخبار خفيفه وصراحه يعني تستهويني منها. البنتاجون بيقول ويصرح ويعلن انه بيقول قواتنا استولت على ناقله نفط في المحيط الهندي. الناقله دي اسمها اكويلا 2 وبترفع علم بنما. هو بيعترف ان احنا استولينا استحوذنا سرقنا خطفنا ناقله نفط. كمان عندنا ماسك والخيال اللي هو زي يعني بنفس القران ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. فماسك بيقول وفقا لسبيس اكس كان عنده حلم انه يعمل مدينه في القمر ومدينه في المريخ، لكن هو بيقول احنا ناجل المريخ شويه والناس نعمل اولويه للقمر دلوقتي ان احنا نعمل عليه مدن او قريه او شيء من هذا القبيل. يتبقى عندي خبرين طريفين. اول هذه الاخبار عن السعوديه. السعوديه تعد ضمن افضل 10 دول بمجموعه ال20 ده في النجاه من السرطان الثدي، واحنا بنتكلم على نسبه الشفاء 76%. لكن الخبر الاطرف النهارده بصراحه هو برضو من السعوديه وبيتكلم عن السعوديه يا ناس السعوديه بتدرس اصدار جواز سفر رسمي للإبل. السعوديه بتدرس اصدار جواز رسمي للإبل. طب انا كنت ممكن اقبل دوت للحصان العربي واصله وفصله وشيء من هذا القبيل، لكن جواز رسمي للإبل ده الجديد في السعوديه يا سادة والساده. السعوديه دوما بتتكلم عن الترفيه ويبدو ان الترفيه طال الإبل. ايها السادة والساده في الغد ان شاء الله يوم جديد و7 دقائق. دمتم بخير والى اللقاء. شكرا لكم.